السلام عليكم. أنا اسمي محمود السيد، مدون، وكنت من مصابين ثورة 25 يناير. أنا حبيت بس أطلع كده أتكلم معاكم شوية. يعني كنت رافض، ملوش لازم إن أنا أطلع أتكلم، ولكن بعد اللي حصل ده لازم حد يفتكر إن في يا جماعة ثورة حصلت اسمها ثورة 25 يناير. الثورة ديت لها ضحايا ولها شهداء ولها مصابين. ففكرة الموضوع دي جات لي من ناس صحابي وكده، قالوا لي يعني انت مصاب، الشهداء خلاص ربنا يرحمهم، مش هنقدر نستدل بيهم، نرجع نفكر الناس بيهم قوي يعني ك فيديو يعني وكده. اما طبعا الشهداء يفضلوا في ذهننا الى الابد يعني، وربنا يجمعنا بيهم ان شاء الله في الجنة. فكان الموضوع ده كان في كتب نطلع اتكلم مع الناس يعني ان في يا جماعه ثوره حصلت ولها ضحايا. فكنت هتكلم معاكم نقطتين بسيطين، مش عايز اطول عليكم. النقطة الأولى وهي ملف المصابين الثورة. الملف ده بجد يا جماعة يعني ما ينفعش شعب يخذلنا. يعني لو النظام أخذلنا معلش هنقول في بقايا نظام سابق لسه فيه، أما الشعب اللي كان كتفه في كتفنا وإحنا في الثورة وجبنا له الحرية ما ينفعش يسيبنا كده. إحنا مشكلتنا أخدت وقت. أنا لسه بقالي 12 يوم عامل العملية، أخدت فترة لعند ما خلصت فيها الإجراءات الطبية، وانا عندما لفيت طبعا لدكاترة ومعيدات خاصة ومستشفيات خاصة والكلام ده كله، لعند ما وصلت فيها الطبيب عرف رجلي فيها ايه. انا كانت حالتي قطع في العضلة الخلفية، وصبت ب 25 يناير في قدام مبنى المحافظة في المنصورة. تم إصابتي من الشباك مع عساكر، وفي محضر عند المحامي العام، عند المحامي العام في المنصورة، وفي تقرير طب شرعي في الكلام ده. والكلام ده كله مرفق على المدونة بتاعتي، وهي اسمها مدونة نشط إيجابي، وهتلاقوا اللينك بتاعها مرفق مع الفيديو، تبقى تخشوا تشوفوه. فأنا حبيت أتكلم مع الناس إن الملف ده يا جماعة يعني ما ينفعش الإعلام يتجاهلنا وأنتوا تتجاهلونا كمان. ورسالة خاصة للائتلاف، بقول له يعني أعتقد إن أنت فشلت في أداء مهمتك الأساسية، إن هو ما اهتمش بينا وما عملناش حاجة. انا مش مستنيين فلوس من حد، ولكن على الاقل يحصرونا، كل ائتلاف في محافظته يحصر المصابين اللي عنده، يحصل تواصل معهم دائم، يشوفوا لنا محاميين يكملوا ملفاتنا، لان اكيد طبعا شغلنا وقف وحالنا وقف. ويشوفوا طبعا يكملوا مسائلنا، العلاج، الكلام ده، العلاج الطبيعي، الحاجات دي كلها. فحبيت كمان اوصل رساله للشعب، اقول له يعني حرام عليكم، لسه دم الشهداء ما بريتش، ولسه احنا كمصابين لسه حتى ما تعالجناش عشان ننسى الثوره كده بسرعه ونبص نلاقي في فتنه حصلت زي بتاع الكنيسه ديت. ومش كل حاجه عايزين نلبسها في سلفيين او نلبسها في فلول وطني او بقايا او قله مندسه او اكيد في متعصب من هنا وفي متعصب من الطرف ده، وفي اكيد برضو ايد خفيه استغلت التعصب ده واندست خلصت على الموضوع. ولكن هي لازم في توعية للناس، سواء توعية دينية، سواء توعية سياسية، توعية ثقافية. كل واحد لازم يعرف حقه ليه واللي عليه. فأنا كان فكرتي إن أنا أطلع معاكم في الفيديو ده علشان أفكركم إن لسه في شهداء وإن لسه في مصابين. يمكن الناس تفتكر وتحن لأيام الثورة وترجع لأخلاق الثورة، زي ما كنا بنقول الشعب يريد أخلاق الميدان. وطبعا كلنا عايزين أخلاق الميدان تستمر، وعايزين الأنظمة الحكومية، وعايزين الحكومة تشد حيلها أكتر من كده شوية. ولكن أنا يعني بجد مش عايز أقول لكم جوايا نار، وجوايا تقريبا شبه ندم على الإصابة، لأن أنا يعني خسرت. يعني حضرتك لو تشوفوا رجلي أنا ما بقدرش إن أنا أفردها ولا أتنيها. ليه؟ لأن 15 غرزة خارجية. هحاول إن أنا أوريها لكم دلوقتي، رغم إن شكلها مش كويس هيضايق بعضكم، بس سامحوني لازم تشوفوها. في 15 غرزة في رجليا، غير الخطط الداخلية في العضلة. يعني العضلة لما فصلت حصل فيها خطة داخلية. فبالتالي اللي بيحصل ده يا جماعة حرام عليكم بجد اللي انتوا بتعملوه ده. لازم نتحرك شوية. الأحزاب المعارضة اللي للأسف طلعت سورية ومزيفة ما بتعملش حاجة، لازم ترضى على الفتنة دي شوية، توعي الناس أكتر من كده. وكمان طلب أخير للحكومة تهتم بالملف شوية بتاع المصابين. يعني حرام يعني، والحكومة ما اهتمتش بينا. أتمنى نلاقي الشعب يهتم بينا شوية عن كده. وصدقونا يا جماعة، في والله العظيم ثورة حصلت في 25 يناير. الثورة دي اطرح ضحاياها كتير جدا، شهداء ومصابين ومنشآت حكومية وأتلاف وفلوس نقدية ضاعت. يعني منشآت تم إتلافها بسبب أيادي مندسة. يعني في خسارات
يعني دلوقتي احنا في مرحلة بناء، يعني مش معقول هنبقى احنا في مرحلة بناء وبنقول هنبني واللي بيحصل ده بيحصل. فمن هنا كانت فكرتي ان انا اطلع عليكم بفيديو، بالفيديو يعني ان انا اظهر واتكلم معاكم واقول كده مش هينفع، الثورة كده بتختزل، ويظهر ان احنا هنخش في ثورة تانية زي بتاع تونس. ولكن في تونس الشرطة والحكومة بتشد عليهم تاني. هنا للأسف الجهل محتاج ثورة تانية إنها توحد الناس تاني، ونرجع مسلم ومسيحي يد واحدة. وكمان لازم نحاسب رموز الفتنة بالطرفين، أصل مش هنقعد نقول كل مرة مسلم ومسيحي يد واحدة وكلنا مصريين والكلام العبيط ده وارفع راسك فوق أنت مصري. لازم نحل، لازم في رموز فتنة، في مواقع بتصير فتنة، في قنوات بتصير فتنة بالطرفين، في أشخاص بيصيروا الفتنة. زي ما شفنا من امبارح النهارده فيديوهات لاشخاص بتحرض على الكنيسه، واشخاص بتحرض على المسلمين. الناس دي تيجي وتتحاسب، تشوف ايه اللي وراها، مين اللي وراها. ورساله اخيره بقى للناس اللي عماله بترمي كل شويه على سين وصاد من الناس اللي هي بتبقى ورا الثوره. اقول لهم انشغلوا شويه بان انتوا تفيدوا البلد، انشغلوا انتوا شويه تقدموا حاجه جديده للبلد، مش كل شغلكم همكم تجيبوا فلان اللي عمل وفلان اللي عمل وبس. وحبيت ان انا اتكلم معاكم شويه، واتمنى ملف المصابين ده يا جماعه يتحرك اكتر من كده. احنا في الدوله بنتألم كل يوم وبنموت كل يوم اكتر من مره بسبب اللي احنا بنشوفه ده، وعندنا ألمين، ألم نفسي وألم عضوي. الألم العضوي اللي انتوا شفتوه، العمليات والإصابات اللي احنا فيها، والألم النفسي التجاهل اللي احنا فيه، وإن مفيش حد من الإعلام بيهتم بينا، ولا حتى الهيئات ولا المؤسسات الحكومية، حتى المنظمات اللي كانت مكلمين بعض المصابين سجل بياناتك. من ضمنهم الجمعية بتاع الدكتور علي جمعة وكذا جمعية أخدوا بياناتي وما كلمونيش بعد كده، وأنا كتير على فكرة. أنا في واحد مقابلني من شهر، ده رجلان الاتنين، اسمه الأستاذ أيمن من المنصورة، في رجلان الاتنين واخد أكتر من 80 طلقة بلي في رجله، خرطوش اللي هو الرش ده، ومش عارف يعمل ايه لسه، لا لاقي حد يتكلم معاه ولا عارف يعمل ايه. فبقولي الائتلاف، قلت له للاسف الائتلافات كلها سوريه، دي كان هدفها انها يظهر انها تسرق الثوره حاجه زي كده، الله اعلم. فبس، وانا هوريكم دلوقتي الجرح، ومعلش انا اسف الجرح صعب شويه ولكن لازم تشوفوه زي ما هو واضح كده حضراتكم. معلش انا عارف الجرح ممكن يكون مضايق بعضكم، ولكن كان لازم منه، كان لازم يفكر الناس ان في ثوره حصلت وان في مصابين، وعشان الناس تبدا تسترجع ايام الميدان تاني واخلاق الميدان. عشان اللي بيحصل ده صدقوني ده مش في صالحنا خالص، ومصر كده رايحه في طريق الله اعلم هيبقى نظامه ايه. ورسالتي الاخيره للحكومة وللإعلام، أرجوكم ما تتجاهلوش 6200 مصاب، هم اللي ادولكوا الحرية ونسيتوهم بعد كده. احنا صدقونا في ناس مننا بتستنجد ولكن مش عارفين. انا ممكن عملت فيديو افضفض معاكم فيه، في ناس ما تعرفش التقنية دي خالص، ما تعرفش النت، ما تعرفش اي حاجة خالص، ومش عارفين يتواصلوا مع اي حد. لازم حصر سريع للناس ديت، وتشوفوا علاجاتنا ومراحلنا، اللي عمل عمليته يكمل علاج طبيعي او علاجات والكلام ده، نرجع طبيعيين زي ما كنا. يعني دلوقتي ما اقدرش امشي كتير، رجلي ما اقدرش تتفرد، وزي ما انتم شايفين انا سني صغير 23 سنه، يعني حرام. يعني انا في الوطن، ولكن مش معقول هيحصل الكلام ده والاقي في فتنه تاني ولا كاننا عملنا ثوره. عشان كده حبيت اطل عليكم واتكلم معاكم وافكركم بس ان في ثوره حصلت، واتمنى تكون صدوركم واسعه في انتوا تسمعوني وتوصلوا صوتي. ومتشكر لكل واحد سمعني، ومتشكر لكل واحد عايز يدعم ملف المصابين فعلا. وان شاء الله يعني نتمنى ان احنا، اصلا هقول هنعمل ائتلاف مصابين على الفيس والكلام على الفيسبوك والكلام ده برضو، مش ما اظنش ان كل الناس هتبقى تقدر المصابين يوصلوا على الفيسبوك والموقع، ولكن ان شاء الله ممكن تكون خطوه ان احنا نجمع نحصر المصابين ما دام مفيش حد بيحصرنا. لا، الائتلافات مشغوله بالحروب اللي تقسيم التورته، والاحزاب نفس النظام. انا كنت في حزب سياسي واستقلت منه لانه ما دعمنيش لا قانونيا ولا طبيا، فبالتالي ما يستحقش ان انا اضيع وقتي معاه. وفي حمل الدعم من احد المرشحين شكلي هستقل منها برضه وهطلع، وكنت مسؤول مركز شكلي هسيبها، لان للاسف انا مش بحب
الحوارات بتاع الصراعات السياسية. فبس، وعشان كده أتمنى يكون صوتي وصل ويوصل للناس. وشكرا لكم مرة تانية، ويا رب مصر إن شاء الله تعد بالمحنة اللي هي فيها، ولازم كلنا نبقى واحد، مسلمين ومسيحيين، ونعمل ثورات تانية بس من داخل المؤسسات اللي فيها رموز الفتنة، سواء مؤسسات دينية أو نقابية أو عمالية، ونحاسب الناس دي كلها. ومتشكر لكم.